فيلمنا بيبدأ مع شهيدة وهي بنت باكستانية عندها 6 سنين فاقدة القدرة على الكلام بدون سبب، وبيكون والدتها ووالدها رؤوف بيحبوها جدا وبيهتموا بيها. وفي يوم بتكون شهيدة بتلعب جنب بيتها لحد ما العجلة بتاعتها بتتخلع منها وبتقع من على حرف الجبل اللي هم عايشين عليه، وبتقع شهيدة هي كمان وبتفضل متعلقة من غير ما تطلع صوت لحد ما أهلها والقرية كلهم بيبدأوا يدوروا عليها وبيلاقوها. وتاني يوم بيجتمعوا مع شيخ القرية وبينصحهم انهم يروحوا مقام الوالي بمدينة دلهي في الهند، وده لأن ديانتهم هي الإسلام، وبيقول لهم ان شهيدة ان شاء الله هتقدر تتكلم، ولكن بسبب مشاكل سياسيه قديمه بين الهند وباكستان بيبقى مستحيل رؤوف يقدر يدخل الهند. وبتعرض الام انها هي اللي هتوديها باي ثمن، وبيبيع رؤوف كل الغنم بتاعه وبيديها ثمنهم عشان تتحرك على الهند. وبيوصلوا الهند بسلام، وبتروح ام شهيده للمسجد وبتفضل تدعي بعلاج بنتها، وبترجع تاني لباكستان، ولكن في طريق عودتها بيقف القطر قبل دخول الحدود بسبب وجود اصلاحات، وبيبقى الكل نايم في القطر. وبتصحى شهيده على صوت معزه صغيره وقعت في حفره جنب القطر، فبتنزل عشان تطلع المعزه من الحفره وبتفضل تلعب معاها لحد ما القطر بيتحرك، وبتقوم تجري وراه وبتشاور لمامتها وما بتعرفش تنادي عليها لانها ما بتتكلمش، وبتكون والدتها نايمه ومش شايفاها. وبيدخل الارض الباكستان وبتشوف شهيده قطر قدامها فبتركب فيه على امل انها تمشي ورا القطر اللي فيه امها، لكنه بيتحرك في الاتجاه المعاكس وبيبعد اكتر عن باكستان. وبتصحى الام من النوم وما بتلاقيش بنتها جنبها، وبتفضل تصرخ لحد ما بتشد السلسله اللي بتوقف القطر وبتنزل تدور على بنتها، لكن الضابط بيمنعها من دخول الهند تاني لان القطر عدى الحدود خلاص ولازم لها تاشيره دخول واجراءات جديده. وبتعرف الام انها مستحيل تدخل الهند تاني من غير تاشيره، وبتفضل تعيط وتصرخ لحد ما رؤوف بيجي لها وبيقول لها ان اكيد في حد هيلاقيها وهيهتم بيها. وبتصحى شهيده على صوت احتفالات خاصه والناس كلها بتكون بترقص حواليها، وبتفضل واقفه بتبص على واحد بيشرب فبياخد باله منها وبيعزم عليها تشرب، فبتشرب الكوبايه كلها وبيفهم انها عطشانه وجعانه فبيطلب لها اكل وبتفضل تاكل قدامه، وبيحاول انه يعرف اسمها او اي حاجه عنها، وبيعرف انها مش بتقدر تتكلم فبيخليها تاكل وبيسيبها وبيمشي، لكنها بتفضل ماشيه وراه فبيفتكرها عايزه فلوس وبترفض تاخد منه فلوس، فبيوديها عند مكان عبادته وبيقولها تفضل قاعده جنبه لان اكيد اهلها بيدوروا عليها، ولانها مسلمه ما بتكونش فاهمه هي قاعده فين ولا ايه مكان العباده اللي جنبها، وبترفض تسيبه لحد ما بياخدها يوديها اسم الشرطه عشان يسلمها هناك. وبيرفض الضابط انه ياخدها وبيقول ان ده اسم شرطه مليان مجرمين ومستحيل الطفله تفضل وسطهم، لكن الصح انه ياخد كل معلوماته هو، ولو حد سال عنها ساعتها هيتصل بيه. وبيفهم انه بقى المسؤول عن الطفله وانها هتعيش معاه لحد ما اهلها يجوا يسالوا عنها، فبياخدها لبيته ولاهله. وفي خلال طريقهم بيقول لشهيده انه هيقول لها كل المدن والمدينه اللي هي منها ترفع ايدها ليه وهيفهم هو ساعتها، وبيبدا يقول لها كل المدن في الهند وما بيكونش فيه امل لحد ما كل الاتوبيس اللي راكب فيه بيحاولوا يساعدوها وبيقولوا المدن اللي فاكرينها، وبيعرفوا الركاب ان الراجل ده من مدينه بعيده جدا في الهند، فواحد بيساله عن سبب انه جه دلهي فبيقول لهم بما ان الطريق طويل قدامه فهو هيحكي لهم قصته من اولها، وبيحكي لهم ان اسمه بوان وان والده مدير مكتب البريد اللي في المدينه، وكان دايما بيحاول يعلمه ويثقفه لكنه كان فاشل في الدراسه فحاول معاه في الرياضه والمصارعه، لكن بوان ما نجحش فيها برضه، وكان كل ما يكبر كان كل ما يفشل اكتر في الدراسه المجبر عليها لدرجه انه سقط في الصف العاشر 20 مره، وما كانش بيقدر يغش ولا يكذب لانه متدين جدا، واخيرا نجح وجري يفرح والده بخبر نجاحه، بس والده من شده فرحته قلبه وقف ومات، وقرر انه ينفذ امنيه والده الاخيره وهي انه يروح دلهي ويقابل دياند صديق والده عشان يشغله اي شغلانه في دلهي. وركب الاتوبيس بتاع دلهي وما دفع الاجره كان فاضل لواحده من الركاب فلوس معاه، لكن ما كانش معاه فكه فقالت له انه ياخد الفلوس كلها، بس رفض ياخد حاجه مش حقه وفضل ماشي وراها عشان يدوروا على فكه لحد ما فلتت منه واختفت من قدامه لانها افتكرته بيعاكسها. وكمل بوان طريقه لبيت دياند صديق والده، وبتطلع الراكبه هي بنت دياند نفسه واسمها راسيكا، وبيتعزم على الاكل، وبيكون دياند متعصب جدا لديانته واللي بتحرم اكل اللحم والفراخ تماما ويعتبر عندهم من الكبائر، وبيكون ده سبب كره دياند لاي ديانه بتبيح اكل اللحم والفراخ. وبيعيش بوان معاهم في نفس البيت على السطح، وبيبدا انه يعجب براسيكا وبيروح معاها المدرسه اللي شغاله فيها، وبتشوف راسيكا ان بوان شخص طيب جدا بيساعد اي حد وما بيكذبش وما بيغشش اطلاقا ومتدين، وبتعجب به هي كمان. وفي يوم بيجي لهم ضيوف عشان يتقدموا لخطبه راسيكا، لكن راسيكا بتكون حبت بوان اصلا وبتطلب من والدها انه يوافق على خطبتهم، وبيقول لها والدها انه عارف ان بوان شخص كويس لكن لازم يستحقها الاول، فبيطلب دياند انه يقدر يشتري بيت خلال 6 شهور وساعتها هيوافق على الجوازه. وبيكمل للركاب ويقول لهم انه كان في احتفال في دلهي عشان يدعي ربه وفي طريقه حاليا للرجوع لبيت دياند، وفي خلال شهور هيقدر انه يشتري بيت وده سبب وجوده في دلهي. وبيوصل بوان مدينته وبيروح بيت ديانند ومعاه شهيده، وبتكون عيله ديانند بتحب لعبه الكريكت جدا ومتابعه مبارياتها، وبيعترض ديانند على وجود شهيده في بيته لانه مش متاكد من ديانتها، وبينصح بوان انه يهتم بنفسه الاول ويبطل يساعد غيره لان هو اللي محتاج مساعده دلوقتي عشان يلاقي شغل محترم ويشتري بيت. ولكن بوان بيبقى مجبر على الاهتمام بشهيده واللي بيسميها باسم موني لانه مش عارف اسمها الحقيقي. وفي يوم بتختفي موني من البيت تماما وبيفضل كل البيت يدور عليها لحد ما بتشوفها راسيكا وهي قاعده في بيت جيرانهم المسلمين وبتاكل فراخ، فبيترعب بوان من اللي بيشوفه وبيحاول انه يبعدها من عندهم، وبيروحوا اي محل فراخ وبيسيبوها قاعده لوحدها على الترابيزه عشان محدش يشوفهم جنبها وهي بتاكل فراخ، وبتفضل تعيط وهي شايفه بتاكل
بتاكل بنتها وهي لوحدها، وبتروح راسكا جنبها وبتحاول تهون عليها، وبتلاقي ان الناس كلها بقت بترقص حواليها. وتاني يوم بياخدها للسوق وبيعدي بوان على مكان عبادته وبيخلي موني تقعد تصلي جنبه، لحد ما موني بتشوف مسجد في ظهرها وبتفضل بص عليه، وبتقوم من جنب بوان من غير ما ياخد باله وبتتحرك على المسجد وعلى المقام اللي جوه، وبتلبس الشال على راسها وبتدعي لربنا، وبيجري بوان وراها وبيشوفها قدامه بتدعي، وبيعرف انها مسلمه، وبيطلع وهو خايف من رد فعل دياناند لما يعرف، وبيقابل راسكا وبيقول لها انه خايف من والدها لان موني خانت ديانتهم، فبتقول له راسكا ان سنها 6 سنين بس ومن غير اهلها وما ينفعش يتقال عليها خاينه، وبتفهمه انها حبته عشان قلبه طيب وان مفيش اي اختلاف ما بين الديانات والطوائف، وبيدخلوا كلهم المقام عشان يدوروا على موني، وبتجري موني ناحيه بوان وبتحضنه لانها خافت ما تشوفوش تاني، وبيندم بوان انه قال عليها خاينه وانه فكر تفكير غلط، وبياخدوها وبيرجعوا تاني للبيت. وبيكون في مباراه كراكيت في التلفزيون الكل بيتفرج عليها بين الهند وباكستان، وبيكون البيت كله مبسوط ان الهند كسبانه ما عدا موني الوحيده اللي بتكون متضايقه ورافضه تسقف وتفرح معاهم، لحد ما بتبدا باكستان انها تكسب، والكل بيحزن وبيتنكد ما عدا موني بتقف قدام التلفزيون وبتفضل ترقص، واول ما علم باكستان بيظهر في التلفزيون بتروح تبوس الشاشه، وبيفهم كل البيت ان موني من باكستان مش من الهند، ولان دياناند بيكره باكستان بسبب الحروب القديمه اللي بينهم بيقرر ان موني ما ينفعش تعيش في بيته، وبيأمر بوان انه يروح بيها تاني يوم لسفاره باكستان ويسلمها هناك ويرجع من غيرها والا مش هيدخل البيت بيها، وفعلا بيروح السفاره وبيكون في مظاهرات كتير قدامها، وبيدخل بوان السفاره بالعافيه وبيبلغ الموظف انه عايز يسلم موني ليهم لانها باكستانيه، لكن الموظف بيرفض انه يستلمها لان مفيش اي اوراق شخصيه معاها تثبت شخصيتها ولا معاها جواز سفر عشان يبدا في اجراءات تاشيره الدخول الخاصه بيها، وبيأمر الامن انهم يطردوا بوان بره مكان السفاره، وساعتها المتظاهرين بيزيد عددهم اكتر وبيهجموا على السفاره وبيحاولوا يقتحموها، وبيضطر بوان انه يحمي موني من الضرب، وبياخد هو كل الضرب على ظهره لحد ما بيقدر انه ياخدها ويهرب بره بعيد عن السفاره، وبيرجع بيها لبيته تاني عشان يسال دياناند المفروض يعمل ايه بعد ما السفاره قفلت اي اجراءات وتاشيرات لمده شهر، وبيقول له دياناند ان في مكتب سفريات قريب يروحوا وممكن هم يتصرفوا، لكن موظف المكتب بيقول له ان اي حد بيجي له بيكون عايز يسافر اي بلد اجنبيه، هو اول مره واحد يطلب منه السفر لباكستان ودي حاجه بعيده عن امكانياته، لكن نبره الموظف بتتغير وبيقول له انه عنده طريقه ممكن يخلي البنت تسافر بيها، لكن هيحتاج منه 150,000 عشان اجراءات السفر بتاعتها، وبيرجع بوان بيته عشان يعد كل الفلوس اللي معاه، وبتدي له راسكا كل الفلوس اللي كانت محوشاها معاها عشان يشتروا بيها بيت سوا، وبتقول له ان الاهم من جوازهم هو ان موني ترجع بيتها بسلام، وبيرجع بوان ومعاه موني لموظف المكتب وبيدي له الفلوس وبيسلمه موني، لكن موني بتفضل تعيط وهي ماسكه فيه لانها مش عايزه تسيبه وبتكون خايفه منه، فبيقول لها ان حياته ممكن تتدمر لو هي فضلت معاه وانه مضطر، وبيرمي ايدها من عليه وبيسيبها وبيمشي، وبتفضل تعيط بسبب انه بيبعد عنها، وبيفضل هو كمان بيعيط بسبب اللي عمله، لحد ما بيشوف قدامه اكسسوار كان عجب موني قبل كده فبيقرر انه يشتريها لها، وبيرجع لها من تاني لانه كان غلطان انه سابها، ولكنه بيرجع بيلاقي مكتب السفريات قفل، فبيفضل يدور على موني لحد ما بيشوفها قدامه مع موظف المكتب، وبيفضل ماشي وراه لحد ما بيلاقيه داخل بيت متعه بيها، وبيدخل البيت وبيفضل يدور على موني لانه مش فاهم ازاي طفله تدخل مكان زي ده وليه الموظف يدخل بيها اصلا، وبيقلب البيت لحد ما بيلاقي ان موظف المكتب بيبيع موني لصاحبه بيت متعه، واول ما موني بتشوفه قدامها بتجري عليه عشان تحضنه وبتكون مبسوطه جدا انها شافته وبيديها الهديه اللي جايبها لها، وبيضرب كل الموجودين في المكان لحد ما بيوصل للموظف، وبيفضل واقف قدامه لحد ما بيرميه من شباك البيت عقابا ليه على اللي عمله، وبيشيل موني على ظهره وبيطلع بره البيت، وبيبص موني على الموظف وهو متعلق قدامها وبتضحك، وبيروح بوان يقابل راسكا وبيقول لها انه قرر يودي موني بنفسه بيتها مهما حصل ومش هيسمح للي حصل انه يتكرر تاني، ورغم ان مش معاه جواز سفر الا انه هيدور على طريقه يعدي بيها الحدود، وبيركب اتوبيس بيوصله على حدود البلد، وبيفضل ماشي في الصحراء على امل انه يلاقي طريقه يعدي بيها الحدود، لحد ما بيقابلوا ناس وبيقولوا له ان عندهم طريقه يعدي بيها الحدود هتكلفه 25,000، لكنه بيسيبهم وبيكمل طريقه، فبينزل واحد من العربيه وبيقول له ان الحدود عباره عن حديد وسياج كهربائي بقوه 440 فولت، ودول كافيين يحرقوا اي شخص يلمسهم، وانه لو كمل مشي هيتقبض عليه من حرس الحدود وهيقتلوه، وبيقتنع بوان بكلام الراجل، وبيحكي له قصه موني وبيقول انه هياخد منه 25,000 بس وهيعتبرهم شخص واحد مش شخصين، وبيقربوا من الحدود وبيكون الليل جه، وبيكون في دوريه جيش باكستاني بتعدي على الحدود كل 10 دقائق، والطريق هيكون نفق تحت الارض هيعدوا منه من ضمن 4 انفاق موجوده، وفعلا بيعدوا كلهم الحدود، وبيكون بوان وموني على الارض الباكستانيه، لكنه بيرفض انه يتحرك على الارض الا بعد ما ياخد اذن من الدوريه، فبيفتكر الرجل انه مجنون وبيهرب وبيسيبه قبل ما الدوريه تقبض عليه، وبيفضل بوان واقف مستني حد يعدي عشان ياخد منه الاذن لانه رافض يعمل اي حاجه غلط، وبتقرب الدوريه منه وكلهم بيحاصروه وبيسالهم الضابط عن هويتهم، فبيحكي له بوان كل القصه وانهم جم من خلال النفق اللي تحتهم، وديانته بتمنعه انه يعمل اي حاجه غلط وكان محتاج ياخد منهم الاذن انه يتحرك على ارض باكستان، لكن الضابط بيأمر العساكر انهم يرجعوا بوان من نفس النفق تاني لارض الهند ويردموا النفق، وبيرجعوا بوان لارض الهند، وبتكمل الدوريه ماشي لحد ما بيلاقوه في ارض باكستان من تاني، وبيقولوا لهم ان في نفق تاني عدى منه ومحتاج الاذن منهم، وبيفتكروه جاسوس وبيفضلوا يضربوا فيه قدام موني، لكنه بيصعب على الضابط بسبب ان موني بتعيط، وبيقول لبوان ان الدوريه بتعدي كل 10 دقائق
دقايق وانه هيسيبه ويستحسن اما يرجع ما يلاقيهوش. وفعلا بيسيبه وبيرجع تاني لنفس المكان بعد 10 دقايق، بيلاقي ان بوان لسه واقف مكانه وبيساله هو ليه ما اتحركش ودخل باكستان. فبيقول له بوان انه ما خدش منه اذن، وحسب ديانته لازم ياخد الاذن عشان يقدر يتحرك من مكانه. فبيقول له الظابط انه بيسمح له بدخول البلد بشرط انه بعد ما يرجع البنت اللي معاه لاهلها يرجع تاني للهند، وبيوعده بوان بكده. وبيكمل رحلته جوه باكستان في الصحراء لحد ما بيوصلوا لاقرب مدينه وبيقعدوا ياكلوا سوا، وبيكون جنبهم في ظباط بتفطر وفي كلبشات جنبهم، فبتاخدها موني وبتشيلها في شنطتها. وبيكمل بوان رحلته لكنه بيلاقي الظابط بيجري وراه وبيفتش شنطهم، وبيطلع الكلبشات من شنطه موني وبيفتكر ان بوان حرامي وبيطلب منه جواز السفر بتاعه. فبيقول له بوان ان معهوش جواز سفر لانه زحف وعدى الحدود بالليل ودخل البلد بعد ما خد اذن من الظابط، وبيقبض عليه الظابط لانه فاكره جاسوس. وفي نفس الوقت بينتشر ان الشرطه قبضت على جاسوس هندي على الاراضي الباكستانيه، وبيجري صحفي سمع الخبر اسمه شند على اسم الشرطه عشان يعمل سبق صحفي هناك، وبيصور بوان وهو داخل الاسم. واثناء التحقيق بتشوف موني صوره شبه بيتها على نتيجه قدامها، وبتجري ناحيتها وبتفضل تشاور موني لبوان ان ده مكان بيتها، وبتكون مبسوطه جدا. وبيفتكر الظابط ان دي خطه عشان يهربوا من السجن، وبيقوم يتاكد ان موني عندها لسان عشان يثبت ان فكره عدم كلامها دي تمثيليه، وبيمسك موني بعنف. فبيضربوا بوان وبيضرب كل الموجودين في الاسم وبياخدها ويهرب لبره. وبيكون الصحفي شند بره وبيطارده عشان يصوره لحد ما بيركب نفس الاتوبيس اللي بوان وموني راكبينه، وبيتصل بالظابط وبيقول له ان الجاسوس قدامه. وبيلاقي شند ان بوان بيسال الكمساري على مكان في صوره النتيجه، وبيحكي بوان القصه كلها للكمساري، وبيكون شند سمع قصته. وبيقول للكمساري انه بيتمنى لو في ناس طيبه زيه كتير في البلد، وبياخد الصوره منه وهو اللي بيسال الركاب لو حد عارف المكان اللي في الصوره. وبيكون الظابط والدعم اللي معاه في طريقهم لاعتراض طريق الاتوبيس وبيوقفوه، لكنهم ما بيلاقوش بوان ولا شند ولا موني فيه، وكل الركاب بينكروا انهم شافوا واحد معاه طفله في الاتوبيس. فبيسمح الظابط للاتوبيس انه يكمل طريقه، وبيكون شند قرر مساعده بوان وخلاهم يستخبوا وسط الشنط على سقف الاتوبيس، وبيوصلهم الكمساري لاقرب مكان ممكن يباتوا فيه لتاني يوم. وبيصحى بوان من النوم وبيلاقي نفسه نايم في مسجد، فبيتخض وبيطلع جري منه وبيفضل واقف بره لحد ما شيخ المسجد بيساله عن سبب وقوفه بره. فبيقول له بوان انه مش مسلم وما ينفعش يدخل المسجد، لكن الشيخ بيوضح له ان المسجد مش بيتقفل علشان اي حد من اي ديانه لو محتاج مساعده يدخله، وان الاسلام دين ما بيفرقش بين الديانات التانيه، وبيخليه يدخل معاه وبيحكي له كل اللي حصل. وبيساله عن المكان اللي في الصوره، وبيقول له الشيخ ان الصوره من سويسرا لان المكان مكتوب بالانجليزي فوق الصوره. وبيفقد بوان الامل انه يوصل للمكان مره تاني، لكن الشيخ بيقول له ان في جبال شبه اللي في الصوره في مدينه كشمير، وبيخليهم يلبسوا نقاب عشان يداروا شكلهم لان البوليس بيدور عليهم في المنطقه. وبيقدر الشيخ يعدي من الكمائن لان اللي معاه مش باين شكلهم، وبيوصلوا للطريق لازم يكملوا بوان مشي عشان يبعد عن الطرق والشرطه. وفي نفس الوقت بيكون دياناند عارف ان بوان راح يوصل موني بنفسه، وبيتعصب على بنته انها سمحت لبوان انه يعمل حاجه زي كده، لكن بنته بتتخانق معاه لان السبب هو وتعصبه السياسي والديني، وان اخباره اختفت من ساعه ما وصل باكستان، وبتقول له انه لو اتاخر اكتر من كده هتعمل المستحيل عشان تروح له حتى لو بدون تاشيره دخول. وبيكون بوان مكمل رحلته لمنطقه كشمير، وبيحاولوا انهم يلاقوا مواصلات توديهم اسرع، وبيركبوا مع واحد في الطريق، وبيكتشفوا انهم ركبوا بالغلط مع مفتش المنطقه نفسه، هو اللي بيكون راح الاسم بسبب ان في جاسوس هندي طليق وكل القوات بتدور عليه. وبعد ما بيوصلوا الاسم بيصر المفتش انه يبعت معاهم عسكري يوصلهم للبيت اللي رايحينه، وبيفضلوا ماشيين بالعربيه لحد ما بيقفوا قدام اي بيت، وبيقول شند للعسكري ان ده بيته، وبيلاقوا صاحب البيت راجل عجوز فبيمثل شند ان ابنه، وبيدخلوا البيت بالعافيه لحد بس ما العسكري يمشي من قدام البيت. وبيكون مفتش المنطقه عارف ان الجاسوس معاه بنت ما بتتكلمش، وبيخمن انهم هم اللي كانوا راكبين معاه، وبيبلغوا العسكري انه يرجع بسرعه لنفس البيت عشان يقبض عليهم، لكنهم بيبقوا اختفوا من البيت. وبيكملوا هم في رحلتهم ناحيه اهل موني، وبيفضل معاهم شند بيصور كل اللي بيحصل وكل لحظاتهم سوا لحد ما بيوصلوا للمنطقه اللي رايحينها، وبيدوروا على اهل موني في كل مكان لحد ما بيفقد بوان الامل انه يلاقيهم، وبيفكر يسلم نفسه للشرطه، وساعتها الشرطه هي اللي هتدور على اهل موني اسرع، لكن شند بيقول له انه لو عمل كده هيموت في السجن وهتترمي موني في دار ايتام وبس. وبتيجي لشند فكره انه يكلم القناه اللي شغال معاها ويذاع الفيديو اللي صوروا عنهم، وساعتها موني هتقدر تتواصل معاهم، وبيتصل بمدير القناه وبيعرض عليه فكره الفيديو، لكن المدير بيرفض الفكره وبيقول له انهم قناه للاخبار مش مقام الوالي عشان يحققوا المستحيل، وبيقفل معاه المكالمه. وبيستفسر بوان عن مقام الوالي اللي بيحقق الامنيات، فبيشرح له شند انه مكان مبارك دعوات الناس بتستجاب هناك، فبيقرر بوان انه يروح المقام ويدعي هو كمان. وبيتصل مساعد شند بيه على التليفون، وبيكون الضابط قابض عليه عشان يعرفوا مكان شند، وبيقول له شند انهم في طريقهم لمقام الوالي ومعاه بوان والطفله، وبيتحركوا كلهم على المقام. وبيروح بوان ومعاه موني عشان يدعوا يلاقوا اهلها، وبيقف شند يصور نفسه ويحكي قصه بوان كامله وورا موقف الاتوبيسات. وبتكون ام شهيده اللي هي موني في نفس المكان، لكنها ما بتشوفش شهيده لانها بتكون نايمه، وبوان مغطي وشها بالشال عشان الشمس. وبعد ما بيخلص شند التقرير بتاعه بيقرر انه يرفعه على اليوتيوب بعد ما رفضت قناته انها تذيعه، وبياخد باله ان الشرطه جت المقام ومعاهم المساعد بتاعه، فبيجري ناحيه بوان وبيلحق يحذره وبيستخبوا من الشرطه. وبيتصل المساعد بشند وبيتقال له انهم اتحركوا على مقام تاني عشان يخلي الشرطه تبعد عن المكان، وبينجح. وبعدها بيروحوا مكان ياكلوا فيه، وبيوريهم شند
شاند الفيديو اللي هو عمله وبتاخده موني تتفرج عليه، وبيلاقوا ان موني عماله تشاور على حد في اول الفيديو، وبيقدر بوان انه يخمن انها مامتها، وبيسال موني وبترفع له ايدها وهي بتعيط بسبب انها اخيرا شافت مامتها تاني. وبيراجع شاند الفيديو من الاول وبياخدوا بالهم ان والده موني نازله من اتوبيس معين، وحسب الفيديو بيقدروا يحددوا الميعاد اللي جه في الاتوبيس وبيروحوا يسالوا عنه، وبيسالوا سواق الاتوبيس عن الاماكن اللي بيجي منها، لحد ما اخيرا بيقدروا يحددوا المنطقه اللي موني جايه منها، وبيكونوا مبسوطين انهم عرفوا المنطقه وهيرجعوا موني لاهلها من تاني. لكن بسبب الفيديو اللي شاند صوره بيشوفوا الظابط وبيتاكدوا ان بوان كان في المقام، وبينشروا كمان على كل الاماكن حوالين المقام، وبيعدي الاتوبيس اللي هم فيه على كمين فعلا، وبيقرر بوان انه يضحي بنفسه وبينزل يجري من الاتوبيس عشان يجذب انتباه الشرطه ناحيته ويجري وراه، وساعتها يقدر شاند وموني يكملوا طريقهم لحد ما بيتقبض عليه وبيفضلوا يضربوا فيه ويعذبوه. وفي نفس الوقت بيكون شاند خد موني وجريوا ناحيه المنطقه اللي هي منها، وبتشوف بيتها قدامها وبتجري ناحيته، وبيكون شاند مصور كل اللي بيحصل، وبتكون ام شهيده في البيت ومش مصدقه انها شايفه بنتها بتجري ناحيتها، وبتفضل شهيده بتعيط لحد ما والدتها بتاخدها في حضنها، وبتكون مبسوطه ان بنتها اخيرا رجعت لها. وبيكون شاند ماسك الكاميرا وبيصور كل اللحظات بين شهيده وامها لحد ما بيسمع صوت طلق ناري واللي بيكون بيتضرب على بوان اثناء محاوله هروبه من الشرطه. وبينتشر الفيديو بتاع بوان وموني وناس كتير جدا بتشوفه في الهند وباكستان، ومن ضمنهم كل اللي يعرفوا بوان، وبيبقى خبر في كل الجرايد وبيتحول الموضوع لرأي عام. لكن الشرطه بتعترض انها تعترف بغلطها، وبيصروا على تعذيب بوان بعد اصابته في كتفه لحد ما يعترف انه جاسوس بالعافيه. وبيجي تليفون لشاند من ضابط الشرطه المسؤول عن تعذيب بوان بيحكي له اللي بيحصل، وبيعمل شاند فيديو تاني بيطالب فيه باطلاق سراح بوان لانه بريء، وبتبقى كل القنوات نشر اخباره وفيديوهات شاند، وبينادي شاند باعتصام على الحدود بين البلدين لاجبار الحكومه على اطلاق سراح بوان. وفعلا في فجر تاني يوم بيجتمعوا كل الناس من البلدين عند الحدود مع وجود كل وسائل الاعلام علشان ينقلوا الحدث اللي بيحصل. وبيظهر بوان مع الضابط على الارض الباكستانيه وبيكون مهربه من ورا السلطات، وبيجري شاند عليه وبيقول له انه اوفى بوعده ليه وان موني مع اهلها وان اسمها شهيده، وبيعيط من الفرحه انه نجح في مهمته، وبيحضن شاند لانه ساعده، وبيتحرك ناحيه الحدود الهنديه، وبتبدا كل الناس تهتف باسمه، وبيروح الضابط ناحيه الحدود وبيأمر الحارس بفتح الحدود عشان بوان يعدي. لكن الحارس بيقول انه عنده امر بالقبض عليه، وبالرغم من الاوامر اللي عنده بعدم فتح البوابه الا ان عدد الحراس قليل قصاد الالاف اللي موجودين قدامه، وانه مش هيقدر يفتحها، لكنه يقدر يتراجع هو وباقي الحراس، وبيهجم الشعب الباكستاني على البوابه وبيكسروه عشان يفتحوا الطريق قصاد بوان عشان يعدي بسلام. وبتيجي شهيده عشان تقابل بوان وبتجري عليه عشان تلحق تقابله قبل ما يعدي الحدود، وساعتها ممكن ما تشوفوش تاني. وبيكون ساعتها بوان عدى الحدود الباكستانيه ورايح ناحيه الحدود الهنديه، وبتكون راسكه هي كمان مستنياه، وبتطلع شهيده من وسط الناس وبتفضل تشاور لبوان على امل انه يبص عليها ويشوفها، ولانها مش قادره تتكلم ما بتعرفش تنادي عليه، ولكن فجاه بتقدر انها تنادي على بوان وصوتها بيظهر، وبتبقى اول مره تتكلم فيها، وبيبص لها بوان وبيشوفها قدامه بعد ما نطقت اخيرا، وبتكون مبسوطه جدا انه شافها ورجع لها، وبيجري بوان ناحيتها وبيقدر انه يوصل لها في الخط الفاصل ما بين حدود البلدين وبيحضنها.